نحن اليوم في ركاب مودع آخر، عبد الخالق المختار. المختار من مواليد 1960، حاصل على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد عام 1982، وحصل على الماجستير من الأكاديمية ذاتها عام 1989. وين اروح؟ ما ادري. انا راح يطق. ابوي يامر وينهي عبالك بسكنه عسكريه مو بيت. ابراهيم اخوي الكبير اللي لازم يصير مثال قدوه، بيدي اخذ المركز الشرطه حتى ينطي فرصه. على اي حال انا صار لي 10 ايام اريد احكي لك مساله واحده وبس. استاذ شلون شكرا لك. اول مره يسويها، ليش يشرب بالنار؟ شلونك؟ ليش؟ الاخير اهلا وسهلا. العفو، انا اخو اقدر اقوم بالواجب؟ لا شكرا، محتاجين الاستفسار وتدوين الافاده، يعني يجي ويانا المحضر. طيب ممكن فد ساعه اجيب انا واجي، لان زين ننتظر. عمل عبد الخالق المختار مدرسا لفن التمثيل في معهد الفنون الجميلة ببغداد قرابة 10 سنوات، حتى ترأس فرع التمثيل في المعهد ذاته. ومهما كانت الاسباب ما تقبلين الفتاح، وانت تعرفين هذا كذب. مين هذا الكلام؟ وبس ما اصابعك هالسكين وبعدين تكفلت ابوك من غلقة القضيه. هذا غلط مو صحيح. ما حسن هو وراي. اليوم اخلص الناس من واحد اسمه فتاح. ايمان اودي ابشرك، امجد صالح البابر وقبلوه بالدوره وبارك لي لين خطبته هذا. زين على صعيد البحث العلمي نشط المختار في دراساته وبحوثه النقدية في فن التمثيل والإخراج المسرحي، ونشرت له المطابع العراقية والعربية العديد من الدراسات والبحوث في إصداراتها اليومية والأسبوعية والدورية. هل وين صرت؟ تأخرت بالجريدة. قلق مو؟ يلا امشي، ضل بالي عليك. يلا. مرة ثانية متتأخر، خابر لا تخليني قلقان. أنا آسف ميادة. دكتورة ميادة من فضلك. ليش؟ غلطت بشيء؟ سويت شيء يسيء لك؟ عوفوني أنا وميادة نرسم طريقنا بعيد عنكم وعن ثاراتكم. ميادة مو قاصر، ولا طفلة ولا أكو أحد وصي عليها. أكذب عليك إذا أقول لك عوف ميادة. اعذرني يابا.
عبد الخالق المختار وبجدارة أصبح عضواً في نقابة الفنانين العراقيين والفرقة القومية للتمثيل، فضلاً عن كونه عضواً مؤسساً لفرقة إبراهيم جلال المسرحية. خير إن شاء الله. الجيران يبين أبداً مو مستوى. أخي لا لقيتي سبب؟ تقولي لي شنو المشكلة؟ أريد أصعد أرتاح. شنو تصعد ترتاح؟ مخلد هجمت علي فد هجوم، عبالك تعرفني من 100 سنة، لا تليفون سابق بيني وبينها، لا معرفة، رأسا شفتت البيت. شنو ماكو أصول؟ شجع الناس ماكو أتكيت؟ هي منو؟ أخي لا عندي شغل هواية وتعبت من الانتقال بي، وما أعتقد عدم تناسق الألوان مضر لهالدرجة. بعد ما مبين شيء، أعتقد المنطقة هذا. بصراحة أهل المنطقة كانوا لطفاء كلهم. أنا نزلت هنا ما أعرف أحد. ماما اي بس هسه الرصافه صارت ازدحام، يعني مو مال سكن. تعبناكم هواي اليوم. تعرفك راحة. تستاهلين أنا سوسنا. على إذنكم. تفضل. الناس قدرونا واحترمونا، يعني لازم تقارنين. والله يا بال اشوفهم خوش ناس والبنات خوش بنات. ايش عجب وصفتيها، هاي اول مره تكونين على حق. أجاد المختار في إداء الأدوار المركبة والصعبة، حيث جسد شخصيات لها قيمة فنية وتاريخية. في سجله الثر أكثر من 20 عمل مسرحي من الوزن الثقيل، وأكثر من 40 عمل تلفزيوني، فضلاً عن بعض المحاولات السينمائية. يلا عاد شد حيلك نشوف لك بيت ببغداد، ما تقولش عندك باقي بالموصل. يعني هسه الطرفين معارضين. هم زين اجيت. انا شفت منتظرك الى ان تجي. تخيلا اكلتها راسي. اتعلم هواي اكو اشياء نقص، فانت لازم تشرف على الشغل. خلال مسيرته الفنية نال المختار العديد من الشهادات والجوائز والأوسمة، توجها بنيله جائزة الإبداع في مهرجان القاهرة عن دوره في مسلسل مناوي باشا. وكأنه واحد شايب وما يريد يقول أم رجل. يا معود انت بعدك شغال. صدقيني ما تقدر حل. سنوات من الإبداع والألم عاشها المختار، وهو يحث الخطى لتقديم كل ما يليق بسمعته كفنان، حتى بدا وكأنه يترقب قدره الذي جاءه فجر 8 شباط عام 2009 بعيدا عن العراق الذي تعود الفجيعة بأبنائه وهم يضربون أقطاب الأرض هجرة واغتراب.
عبد الخالق الفنان. جمهوره كله يعرفه، ما بحتاج اني اشرح عن عبد الخالق الفنان شنو او عن عبد الخالق الممثل شنو، الجمهور العراقي كله يعرفه. بس اللي ما يعرفه الجمهور العراقي عن عبد الخالق مختار الانسان، هذا النسمه الشفافه الرقيقه البسيطه السموحه، القلب النقي، طفل، قلب طفل فعلا، لا يعرف يحقد ولا يعرف يكره، ابتسامته على وجهه رغم كل آلامه، رغم كلياته اللي على مرور 20 سنة دمرته إلى أن قضت عليه وراح مثل ما شفتوه. يعني الكلية اللي زرعوها إلى قبل 10 سنين والفضل للفنان كاظم الساهر للحقيقة وللأمانة التاريخية على نفقة الفنان كاظم الساهر بال 98 تقريبا، وكنا قناتكم كانت في وقتها شركة قناة الديار، كنا نشتغل من سواله كاظم الساهر تبديل الكلى على حسابه الشخصي. هي الكلى اصلا عمرها الافتراضي 10 سنوات، وين الدولة العراقية؟ وينها؟ ليش عافته يعاني هاي المدة كلها؟ عبد الخالق المختار قدوة في كل شيء، يعني قدوة للصديق وللزميل وللأخ، تربطني به علاقة أخوة وصداقة بعيدة جدا. كان هو أول من دعمني أول ما دخلت الوسط. وداعا أيها المخلص، وداعا. صرنا فنان وصديق ومعلم صراحة. هذا الفنان الذي ترك في قلوبنا المودة والمحبة وحبه للوطن الواحد الموحد. فكان حقيقة قويا نبيلا شريفا، أدى ما عليه بكل أمانة وبكل إخلاص، فرحم الله الفقيد عبد الخالق المختار. ها نحن نودع من جديد فنانا آخر يموت في الغربة، فمثلما توفي أو رحل عنا الفنان راسم الجميلي والفنان حسن الجنابي وغيرهم من الفنانين الذين ماتوا في الشام أو في المنافي مثل عوني كرومي وغيرهم، اليوم نستقبل نعش الصديق الفنان عبد الخالق المختار وهو يحط في أرض الوطن وفي أرض المسرح الوطني هذه الخشبة التي صعد عليها المختار ممثلا مبدعا وإنسانا نبيلا. يلا عين استاذ جابر تفضل برا.
شكرا جزيلا. خلي يسمعوا الفضائيات العربية، خلي يسمعوا الفنانين العرب، الفنان العراقي وين واصل وشلون يبدع، يموت بالغربة، ما يخاف إلا رحمة الله. استاذ فيصل مين؟ استاذ فيصل خليهم على راحة باص. يلا بسرعة بهاء بهاء بس افتح هذا الطريق من ناكل من ناكل يلا من ناكل
رحل المختار كما رحل الذين من قبله، ويبدو أن الوقت لم يحن بعد لمبدعين كثر كي يجدوا وطنا يموتون فيه.